تفكر تشتري جهاز سيباب؟ لحظة، ترى اختيار جهاز السيباب مو مثل اختيار فيلم على نتفليكس تشوف منه مقاطع وتختاره وخلاص. لأنك لو اخترت الجهاز الغلط غالبا راح تحطه على الرف، وبالتالي فلوسك بتروح على الفاضي. انزين، شلون تختار صح؟ خلنا نبسطها. أولا، ابدأ بفحص النوم. ليش؟ لأنه هو اللي يحدد لك شنو الجهاز المناسب لك بالضبط، مو تخمين. ثانيا، اختر الماسك المريح، القناع. صدقني حتى لو عندك أفضل جهاز في العالم، إذا القناع مو مريح ما راح تستخدمه. ثالثا، اختر جهاز يناسب حياتك، ضغط هواء تلقائي، صوت هادئ عشان تنام وانت مرتاح. وإذا كنت كثير السفر، اختر جهاز صغير متنقل ومناسب للسفر. في النهاية، إذا كل شيء اخترته صح العلاج بيصير أسهل وأكثر فعالية. سلامتكم.